هنأ الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور، وقال الياور أن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي حملها للعالم أجمع كانت رسالة إصلاح وبناء وأمن وعدالة، ولا بد للشعوب والأمم المتطلعة للازدهار أن تقتدي بخطاه وتسير على هديه الشريف، لافتا إلى أن ما يحصل في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان واغتيالات وتخريب ودمار وظلم جاء بسبب مخالفة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الالتزام بنهجه، مضيفا بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسى دعائم دولته على أسس من العدالة والحرية واحترام حقوق وكرامة الإنسان، ولا بد لكل حاكم أو مسؤول أن يتخذ من هذه الشخصية العظيمة مثلا يقتدى به في عمله، مشددا على الجميع بتذكر تحذيره عليه الصلاة والسلام من انتهاك الحرمات والدماء عندما قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقوله: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، مشيرا إلى أنه من الواجب الشرعي والإنساني والأخلاقي علينا جميعا أن نجعل ذكر المولد النبوي الشريف مناسبة لمراجعة جميع الأعمال والسلوكيات والقرارات التي نتخذها في حياتنا اليومية ومؤسستنا وواجباتنا المكلفين